خليني اخدك من ايدك وارجعك الزمن، مش سنة ولا اتنين. احنا رايحين لمكان قبل ما يبقى فيه تاريخ مكتوب، وقبل ما مينا يوحد القطرين، وقبل ما يكون في حاجة اسمها مصر القديمة. هكلمك عن محافظة بيتعمل عليها نكت كتير وبيتوصف اهلها انهم بخلة. محافظة المنوفية اللي كانت في الوقت ده جزء من مملكة الشمال. لا ستارك وجون سنو دول في جيم اوف ثرون، احنا هنا في المنوفية. ارض خصبة مليانة خير ومليانة مية، وفي ناس بتعرف تزرع قبل ما تظهر كلمة الزراعة في القاموس اساسا. كانوا بيعرفوا يزرعوا ويصطادوا، وكانوا بيعينوا الغلة دي في بيوت مصنوعة من الطين. أرضهم كانت بتأكل المدن اللي حوالين نهر النيل زي منفو وأبيدوس وسقارة. ولما جه مينا وبدأت الدولة الفرعونية سيطر على أرضها لأنها كانت مفتاح القمح والغلال. حتى لما الإغريق والرومان جم بعدهم كان لسه المنوفية مليانة خير، لدرجة إن هم سموها أرض الذهب الأخضر. ولما العرب دخلوا مصر سموها منوف العليا، وكان ليها دور في نشر الثقافة والدين. بس زي ما المنوفية أرضها كان مليانة خير، أهلها برضو كان قلبهم مليان نضال ضد الظلم، لحد ما وصلنا سنة 1906 الحادثه اللي هزت مصر كلها، حادثه دون شواي. ضباط انجليز ماشيين بيصطادوا حمام فقتلوا 6 مصريه. الناس اتجمعت وقالت لازم نجيب حقها، والعركه بدات وعينك ما تشوف الا النور. الانجليز لما شافوا الناس جايين عليهم قاموا هربانين، بس في جندي وهو كان بيهرب مات بضربه شمس. فالانجليز استغلوا اللي حصل وعملوا محاكمه عسكريه، شنقوا فيها 4 فلاحين وجلدوا الباقي. وكان ده المشهد اللي صحت فيه مصر، وطلع مصطفى كامل قال قشطه يابا قشطه وانا كده قشطه. بس يا تافه ما قالش كده، قال حادثه دنشواي مش مجرد حادثه، دي جريمه في حق كل مصري. ومن هنا الشعب كله اتغير. وفي سنه 1919 محافظه المنوفيه كانت من اول المحافظات اللي نزلت تهتف بالحريه. طلبه وعمال وستات كله كان مشارك، كانوا بيروحوا عند قضبان السكه الحديد ويشيلوها. ولما قامت ثوره 1952 كانت المنوفيه عندها ابنها البار انور السادات، وقادها في واحده من اعظم الانتصارات حرب اكتوبر. المنوفيه مش مجرد محافظه، دي ارض وناس قامت من قبل التاريخ، من ايام الفراعنه لحد الاحتلال، من حادثه دنشواي للثورات والاستقلال. ارض شكلها بسيط بس جواها تاريخ وسر وكرامه ما يعرفهاش غير اللي عاش فيها او سمع عنها. فتحيه خاصه للمنوفيه واهل المنوفيه، وان شاء الله كل يوم اربع هيكون معانا محافظه جديده من مصر. فلو انت صاحبك منوفي ممكن تبعت له الفيديو ده وتقول له انا مش هقول نكت عليكم تاني. انا سباعي ودي 13.